يا مساء الوردات عليكم وأهلا وسهلا بكم جميعا. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وصحة وعافية. أني طبعا سعيدة هلبا بعودتي ليكم بعد فترة غياب طويلة، ومتحمسة الحق لعودتي لقناتي وصفحتي على الفيسبوك. والله يا بنات عارفة روحي مغيبة ومقصرة معاكم يا بهيات، بس أهو جيتكم والحمد لله. ونشكر مرة تانية البنات اللي كلموا فيا على الماسنجر ويسألوا فيا وينك يا سمونة، وينك لك فترة مغيبة. ربي يحفظكم ويخليكم ليا. آه يعني الفترة اللي فاتت الحق كانت عندي ظروف، ما قدرتش أنزل فيديوهات في القناة، بس إن شاء الله لنا عودة من جديد. ونشكركم على دعمكم على صفحتنا على الفيسبوك. قربنا نوصل ل300 ألف أخت في الصفحة، وعقبال نصف المليون. ووجودكم هذا أكبر دعم لي. نوعدكم بمحتوى جديد وفيديوهات جديدة، بس حتى أنتم ديروا لي لايكات يا بنات وشاركوا الفيديو مع صديقاتكم الفائدة. والبنات اللي يسألوا فيا في التعليقات على صفحتي على الفيسبوك، صفحتي اسمها تعلمي مع سمونة، تلقوها في صندوق القناة. نفس اسم القناة. وعلى التيك توك سمونة برضو حتى هي. وطبعا أني اللي ننزل فيه على اليوتيوب ينزل حتى هو على الفيسبوك، بس بحكم سياسات وقوانين اليوتيوب ننزل دائما على اليوتيوب وبعدها ينزل على الفيس. بحكم طبعا متابعاتي على المنصتين. والفيس طبعا يا بنات هو أكتر تفاعل، والبنات غادي الحق يبعتولي في صور ويطلبوا مني ننزل نقشة معينة وطريقة معينة، فأنا الحق ناخذ بأفكاركم وآرائكم ونطبق فيها في فيديوهاتي. وفيديو اليوم يا بنات عن اللصقة البيضاء، أنا واخدتها واتية من صفحة أوركيدا لنقشات الحنة. سبق ونزلت صفحتها في القناة، وحنحط لكم رابط القناة حتى هو في صندوق الوصف. والحق حبيتها خفيفة ظريفة، قلت نبدأ بيها معاكم اليوم وتشوفوا كيف إن هي لصقة الحق ما شاء الله عليها تبارك الله. خدمة نظيفة ومرتبة، وزي ما حطيتها زي ما حولتها ما تحركتش من مكانها، وزي ما تشوفوا في الفيديو اني وريتكم كيف طلعت في النهاية. و... يا بنات اللي يقولوا لي يا سمونة انا خديت لصقة وما عرفتش كيف نفكها، كيف ندير معاها. يا بنات نوصيكم اللي ما تعرفش كيف تفك اللصقة او ما عندهاش خبرة، توصي اللي تخدمها اللصقة انها تحطها عليه على ورق زبدة. الأغلبية طبعا حاليا يخدموا بورق زبدة. الحق سهل في الفك ومش صعب يعني، وتقدري تفكيها حتى بروحك وتحنيها بروحك، عكس لما تكون عن نايلو فتبدأ صعب الفك عن نايلو وتاخد منك مجهود وأحيانا تتقطع. فالحق الأفضل إن تكون على ورق زبدة، أسهل وأضمن واختصار للوقت. يعني زي ما تشوفوا توا فكيتها بكل سهولة، بحكم أني يعني مش أول مرة نفك لصقة، فعندي خبرة وفرجة ممتعة. ونخليكم مع الفيديو تصبحوا على خير وسعادة. باي.